ايه ده بقى؟ ليمونة يعصرها على الكتاب. يا بنت اللذينة، الليمونة بتشيل الماركر. أول مرة أعرف المعلومة دي. جامدة أوي. عشان لو اتلخبطت ده هيفيد الناس اللي بتذاكر أول الحوار ده. لو اتلخبطت وحطيت الماركر ما تقلقش، بليمونة هتشيل الماركر ده. صراحة جامدة أوي، جامدة أوي، كانت هتنفعنا أيام المذاكرة دي، بس يلا هتنفعكم انتوا. ماشي، دي الكيسة بتربطها. أيوة أنا بربطها كده. غلط. أمال إزاي؟ ماشي. تمام. ايه ده؟ يا بنت اللذينة، جامدة. جامدة. ماشي. اللي بعده. ده بيحط حبر على الهدوم، هيحط معجون أسنان وبيكربوناته. ما تقوليش هتروح كده. يحطها في الغسالة. راحت. جامد، هقولها لأمي دي. أنا ليه قلت بقى مع المعجون كربوناتو، بس ما قالهاش هو، لأن أنا جربتها قبل كده. معجون سنان والكربوناتو هيودي أي حبر من الهدوم. أي خدمة. ده إيه كربوناتو؟ أه. وليمون. هتدعك، هتشيل الزيوت اللي في الفرن. ليمون وكربوناتو. أقولها لأمي دي كمان حلوة. بقى بيلمع. استنى عندك. انت لسه ما عملتش لايك؟ يعني عمال اجمع لك في الافكار دي طول اليوم عشان اجيب لك افكار تنفعك في حياتك اليوميه، ولسه ما عملتش لايك؟ انت اكيد ناسي. انزل اعمل لايك، ولو لسه مش مشترك معانا اشترك معانا، خلاص داخلين على المليون، ويلا بينا نكمل. ماشي، دي فلوس. الاستك لا. تمام، او لو مش معاك استك اه. تعمل ايه؟ طبق ورقه. ماشي. طبعا. تمام. ايه ده؟ ماشي. ايه ده؟ اه يا ابن اللذينه، حلوه حلوه. حلوه الفكره، ناقص الفلوس. ده ايه ده؟ جابت برطمان. آه، عشان تخلّي كل اللحمة قد بعض. دي سوستة. أوه! طلعت بتتعمل كده، من غير ما نوديها الخياط ولا أي حد، بتتعمل كده بكل سهولة، شوكة وتحط فيها السوستة. جامدة دي، ولا خياط ولا أي حاجة. حلوة. إيه ده؟ ورق نايلون حطيته في الخلاط. ليه؟ ماشي. عشان تنضف الخلاط، الخلاط ما يحتاجش تنضيف. حلوة، اللي بعده. دي مكنسة كهربائية، ماشي. دي احنا عارفينها، دي قلناها قبل كده. هتنضف المكنسة من جوه، هيبقى فيها بلاوي. بلاوي. اول ما تنضف البلاوي دي، المكنسه ترجع جديده وتشفط ولا كانها لسه جايه. يعني البلاوي دي لازم تتشال، احنا ما بنشيلهاش بقى، قلناها قبل كده في فيديو قبل كده. حلوه دي الصراحه. المكنسه هترجع بتشفط ولا كانها لسه جايه حالا. ماشي. ده ايه ده بنطلون مقطوع ولا كم ده ولا رجل ولا ايد دي؟ ماشي. خيطها ازاي؟ انا ما بفهمش في الخياطه قوي، بس لحد دلوقتي هي ما خيطتش، ما هتقفلي. ماشي. طب هي مش بتقفل ليه؟ طيب. وبعدين؟ ماشي. وبعدين؟ اوه. جامد. جامد، انا مش عارف هي دي اصلا طريقة الخياطة التقليدية ولا دي حركة. بس حلوة حلوة السحبة دي. سرقوا الفكرة. جابت غطا الحقنة. ولزق ده بالفيس. يا بنت اللذينة، جامدة قوي دي. ماشي، ده مايكرويف. ازاي تنضف الميكرويف؟ بتنضف ازاي ده بقى؟ مش كوبين مية وعصير ليمون وسائل غسيل اطباق. حطه 5 دقايق. ونسيبه 15 دقيقة، البخار 15 دقيقة جوه وتنضف بسهولة. البخار اللي اتعمل بالمكونات دي هيدوب كل الدهون اللي في الميكرويف. حلوة. ده انا هروح انضف الميكرويف بنفسي دلوقتي، امي هتفرح بيا قوي. الحركة حلوة الصراحة. ده ايه ده؟ كرومب ده. بتقطعه ايه ده؟ بتقطعه بطريقة غريبة. ماشي. ماشي. تمام. ايه ده؟ ايه ده؟ يا بنت اللذينة. ده عشان تبقى كلها قطع متساوية، والكرومب محشي الكرومب يطلع معاك قطع متساوية بالظبط. يعني انا مش عارف الطريقه دي كله بيعملها ولا لا، بس انا اول مره اشوفها.
هقولها لامي، بس انا خايف تقولي لا انا الكرنب بتاعي، محشي الكرنب بتاعي بعمله احلى. بس الصراحه هي حلوه. ماشي. دي الشرشوبه بتاعت الارض. ماشي. خل، صابون، مواعين، سائل غسيل. ماشي. رجعت نظيفه. رجعت نظيفه. حلوه دي. ده ايه ده؟ ورق الغار اللي هو اللورا، بتحفظ بيه المكسرات والدقيق والرز والسمسم. ايه ده؟ بيطرد الحشرات من خزانة الملابس ورائحته بتبعد الحشرات. لا انا الصراحة اول مرة اعرف الحوار ده. ورق اللورا بيعمل كل ده؟ اسمه اللورا عندنا في مصر بيعمل كل ده؟ جامد الصراحة. ماشي. اللي بعده. مرة كل شهر معلقتين خل، معلقة شامبو، مية مغلية، بتحط فيه المشط. بتقول لك هتفضل ريحة شعرك على طول كل ما تسرح شعرك. كل ما تسرح شعرك ريحة شعرك هتبقى حلوة. حلوة دي الصراحة، النظافة حلوة برضه. طريقة ذكية لسكب الزيت. ورق نايلون عشان الحوض ما يتبهدلش. ماشي. سكب الشاي. حلوة دي برضه. كده المنديل هيفضل فيه التفل بس بتاع الشاي، والمية كده كده هتنزل في الحوض عشان الحوض ما يتوسخش. هتنجز ست البيت على طول دي عشان ما تقعدش تنضف كتير. لا رايقة. اللي بعده. الجهة اللامعة لتغليف الأكل الساخن والغير لامعة لتغليف الأكل البارد. أول مرة أعرفها دي. يعني الجهة اللامعة للسخن واللي هي المطفية للبارد. ده أنا بعملها كده بالبركة. أكيد أمي ما تعرفهاش، هقولها لها برضه. دي عارفها دي. لو المقص ما بقاش حامي، نقعد نقصقص بيه ألمونيوم هيرجع حامي. ولا سحر ولا شعوذة. ده إيه ده؟ ماشي. ده الحبل. ربط. بتحصل معايا على طول، لازم يتفك. تعمل إيه؟ ماشي. إيه ده؟ يا ابن اللذينة. جامدة دي. هعملها بعد كده بس يا رب ما انساهاش. دي ورقة حطيت فيها الفلوس. ايوه. ليه مش فاهم. ماشي. قطعت حتة من الورقة. تمام. وبعدين. حطيت الفلوس جوه الورقة. طبقتها. ماشي. يا بنت اللذينة. ده عشان لو ما عندكش ظرف تحط فيه الفلوس تعمل ظرف بورقة واحدة بس. جامدة دي. لو عايز تحط فلوس في ظرف عشان تديها لحد، هتعمل الطريقة دي بقى معاك ظرف بورقة واحدة، والورق موجود في كل بيت. حركة جامدة. وبكده خلصنا حلقة النهاردة. أفكار جديدة الصراحة، عجبتني كذا فكرة قوي هطبقهم بعد الفيديو ده. وقريب هعمل لكم تجربة الأفكار دي كلها عملي. طبعا زي ما قلت لكم كل الأفكار دي صح، لأن أنا بتأكد مرة واتنين وتلاتة إن الفكرة بتبقى صح، وهعملها قدامكم بعد كده. لو لسه ما عملتش لايك اضغط لايك دلوقتي، ولو لسه أول مرة تشوفني اشترك في القناة. خلاص داخلين على 1,000,000 مشترك إن شاء الله. وأشوفكم في الفيديو الجاي وأفكار جديدة. سلام.